شرفتيني ونورتيني معاكي ياسمين. دقت ساعة الحس بوبانا ولا ايفا؟ النهارده هنعمل مقارنه بين البودي سبلاش وكمان اللوشن بتاع الجسم والليب بالم اللي انا اشتريتهم في اخر فيديو. انا اشتريت منتجات كتير من بوبانا، وطبعا الفيديو ده انا اشتريت الحاجات دي من يومين وما رضيتش انزل الفيديو غير لما اخد تجربتي كلها واجرب البودي سبلاش وكمان اجرب الكريم المرطب عشان انزل لهم ورا بعض على طول. انا شخصيا ببقى مستعجله عايزه اعرف النتيجه، فالموضوع ده بيضايقني، هفضل مستنيه يومين ثلاثه لا، فانا نزلتها لكم ورا بعض. واللي اول مره تشوفي طبعا تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. ودي صوره الفيديو، هسيب لك اللينك تحت في صندوق الوصف تشوفي انا اشتريت ايه عشان تعرفي انا هتكلم على ايه النهارده. اي سؤال اكتبيه تحت في الكومنت، سناب شات، انستجرام، فيسبوك، اي سؤال براحتك، اللينكات تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي. قبل ما نبتدي بس المقارنه هقول لكم المنتجات اللي انا بحبها جدا جدا من ايفا وما بقدرش استغنى عنها من مجموعه البودي سبلاش وكمان مجموعه الكريمات المرطبه. طبعا انا جربتهم كلهم وبعد كده انا ليا اختياراتي اللي بشتريها خلاص على طول، وعرفت الريحه دي لايقه عليا والريحه دي عجباني والبودي سبلاش ده عاجبني، فانا هعرفكم عليهم الاول بعد كده نبتدي المقارنه. اول حاجه انا بحب البودي سبلاش جدا جدا بتاع السمر دوت، سمر تويست. اوكي ده حلو قوي 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 هو، وكمان الكريم بتاعه الاثنين مع بعض بقى ريحه اقوى بكتير وعجبني جدا 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 وهايلين. من ساعه ما جربت ده الكريم على طول مع بعض ما اقدرش استغنى عنهم. اول حاجه انا بعمل ايه علشان الريحه عندي تثبت اكتر ايا كان اللي بستعمله؟ طبعا باخد شاور كل يوم وانا جسمي مبلول، برش على جسمي كله البودي سبلاش الاول وبعد كده بحط الكريم. الريحه بتبقى اقوى بكتير مما تتخيلي. بعمل كده على طول مع ايف. واحد انا بحبه هو البينك بقى، البينك رهيب رهيب رهيب، انا بعشقه بعشقه بجد. الاتنين حلوين، الكريم احسن كتير من البودي سبلاش، بس البودي سبلاش اوكي شغال يعني، بحب قوي نفس الريحه تبقى على بعض، بتقوي الريحه جدا، فده ترطيب ونعومه وهايل هايل هايل وريحه قويه يعني، الفلوس اللي بدفعها باخدها. تالت حاجه انا بحب قوي الجولد ده، الجولد من ايفا ده برضو الكريم بتاعه هايل احسن من بودي سبلاش. مش عارفه ليه بودي سبلاش ما حبيتهوش خالص، بس الجولد من ايفا الكريم هتتفاجئي لما تستعمليه. وطبعا الموف ده برضو من ايفا حلو قوي قوي قوي، انا بحب ده قوي ومش عارفه اغيره، والاثنين شغالين يعني. انا بصوا انا بستعمل الاثنين في نفس الوقت، فدي غتاتة مني ولا عايزه اخلصهم في نفس الوقت، مش عايزه اخلص واحد يبقى فاضل واحد هتضايق، فالاثنين يخلصوا في نفس الوقت واروح اشتري. فانا بحب كده قوي وبستعملهم لغايه دلوقتي ويجننوا. هنخش بقى على المقارنات. دول البودي سبلاش الخمسه اللي نزلوا انا جبتهم كلهم من بوبانا. وطبعا لازم تقري كويس ان ما فيهوش اي مواد ضاره عشان انا بحطه على جلدي على طول، جلدي بيمتص. فالمواد الاساسيه اللي انا لقيته فيها لقيت جليسرين وكمان بنسينول، فده بيرطب الجسم جدا زائد العطور، وما فيهوش اي مواد تضر الجسم خالص او تضر الجلد. ينفع كمان لاصحاب البشره الحساسه. عشان كده دايما عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي، اي حاجه بودي سبلاش رشيها على جسمك الاول بعد ما تخلصي شاور. الكريم بيعمل ايه؟ الكريم بيرطب، الكريم بيرمم الجلد، الكريم بيعيد ترتيب الجلد من اللي بيعمله مثلا لو في كحول او اي مواد ضاره تضر جسمك. هنخش بقى على المقارنات، بس لازم اقول لكم ايه الحلو منه وايه الوحش، وبعد كده هقول لكم فعلا ثابت ولا مش ثابت، وايه اللي ثابت على الهدوم اكتر وايه اللي مش ثابت اكتر. كل ده هنتكلم فيه. الحاجات دي جايباها عندي بقالي يومين، فطبعا جربتهم كلهم يعني. خدت شاور كده وكل يعني رجل رشيت كل ريحه. اوكي جيت برضو كل ريحه لرقبتي، انا بحب الموف قوي فرشيته هنا وانا جسمي مبلول عشان اشوف انهي ريحه ثابته اكتر وبتقعد فتره اطول. دي الطريقه بتاعتي في البودي سبلاش، كل واحد طبعا وليه طريقته. اول حاجه ده خطير وسكسي جدا جدا جدا، زي ما بيقولوا عليكي انت مدلعه، انت مدلعه بالموف. الموف ده حلو جدا وعجبني جدا، ولما يخلص هروح اشتريه تاني. ده اكتر واحد عجبني واكتر ريحه انا شايفاها ثابته ثبات مش طبيعي. ده بقى تحسي هو بتاع الصبح قوي يعني، انت رايحه جامعه رايحه شغل تقعدي مثلا ساعتين ثلاثه لغايه واحده اتنين الظهر كده، فانت عايزه حاجه فريش وريحتك فيها فريش وتبقى حاجه مريحه حتى لكل الناس تشمها. حلو قوي برضو وخطير جدا وهيعجبك لفتره الصبح. الجولد ده لغايه دلوقتي بيخر، انا مش عارفه بيخر منين يعني بالفيديو الاولاني جالي مكسور. المشكله لما باجي ارش انا برش الاوضه كلها معايا، من هنا السبراي ومن هنا السبراي ومن هنا السبراي. دي اساسا مش حاجه تبقى قويه جدا تحفظ السبراي، وكمان التغليف مش احسن حاجه زي ايفا طبعا، بس كريحه ريحته حلوه، ريحته رهيبه وجميله جدا جدا. الجولد ده كمان خطير وهيعجبك قوي 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 قوي، وفعلا فعلا جريء يعني. ده سميته الجريء من اول يوم، هو جريء جريء. الريحه كده تحسي هو بيرفن، هو فعلا بارفان. اوحش اتنين في العالم
اوحش 2 في العالم. انا ده كله فروت، فواكه فواكه فواكه. فتحس ان انت يعني الناس اللي بتحب الفواكه وبتحب الروائح اللي فيها حلويات كتير قوي، الاخضر ده الجميل ده ممكن ينفع معاهم، لذيذ جدا جدا جدا. مش عارفه ليه مش قابلاه خالص، يعني انا مش قابلاه لغايه دلوقتي، وريحته بالنسبه لي صعبه جدا. انا ذوقي مش جاي عليه، هو مش جاي عليا. يعني انا ده انا استعملت منه بالظبط 3 رشات ومش عايزه استعمله تاني. مش عارفه، انا حتى بكلمكم ولازم اختار كلماتي كويس قوي، عشان في ناس اكيد عاجبهم جدا جدا وحابينه. يعني كل واحد عنده ذوقه، فانا بالنسبه لي ده مش حابه خالص. فيعني لو انت ذوقك في الحاجات اللي فاتت دي وبتحب الحاجات السكسي والحاجات دي، ممكن ال3 اللي انا قلت عليهم في الاول. وده حاسه ان هو كولونيا. عارفين ميه الكولونيا؟ ريحه الكولونيا، هو انا حاسه الازرق ده ريحه الكولونيا خالص، ما فيهوش الريحه اللي انا منتظراها والكلام الروائح الموجوده فيها. يعني هم ركزوا في حاجات وسابوا حاجات تانية. بوبانا مركزه في حاجات، يا ريت تركزي في الروائح بالظبط. يعني ده ميه وعليه كولونيا، وده اللي حسيته في الموضوع ده. ريحته نفس الريحه بتاعت 5 خمسات. عارفين 5 خمسات عند جده؟ انا فاكراها. يعني اول حاجه البودي سبلاش بتاع بوبانا ثابت جدا على الجسم ومش ثابت على الهدوم خالص، بيطير بعد شويه ولا بتحسي بيه. تمام، انا بعمل الطريقه اللي انا قلت عليها، انا ببل جسمي وبحط فوقيه فبيثبت عندي فتره طويله جدا جدا. تاني حاجه بتاع ايفا ثابت على الهدوم ومش ثابت على الجسم. شايفين بقى دي بقى اللي انا جربتها، وده ايفا طبعا مجرباه وعملت كل الاختراعات فيه لانه عندي فتره طويله. ده بالنسبه لي عاجبني من اول مره. جلدي بحس ان فيه لمعه، فيه طراوه اكتر. ايفا لا، ايفا عندهم هم مهتمين بالريحه اكتر، ثابته على الجسم. بحس ان الجلد ممكن ينشف بعد ما بترشي البودي سبلاش بتاع ايف، فعشان كده لازم الكريم بعديه على طول عشان النشفان ده ما يحصل. اللمعه دي عجباني قوي قوي وحباها بطريقه انت مش متخيلينها يعني. واساسا يبقى شكل جلدك بيلمع لمعه طبيعيه من غير تلزيق. يعني انا بحب كده قوي. لوشن بوبانا ولا ايفا؟ انا جايبه الاثنين ماسكاهم عكس بعض. ماشي، الاثنين دول حلوين ويكسبوا جدا. الحلو في ايه؟ الحلو في الاثنين ان فعلا الترطيب عالي جدا والمكونات تحفه وبيقعدوا فتره طويله جسمك مترطب. بس في حاجه واحده ما عجبتنيش، وهو بالكوكونات ده. ما حبيتوش خالص وريحته وحشه جدا. ريحته وحشه، مش عجباني خالص. ده من ساعه ما جربته مره مش عارفه انساه. يعني حقيقي حقيقي تحفه. ودي تالت او رابع او خامس مره انا اشتريه. انا ممكن اقول عليه مره بس على طول كنت بشتريه لانه بيخلص بسرعه. انا لازم كل يوم صيف شتاء لازم ارطب جسمي. لازم الترطيب مهم زي بشرتي بالظبط. لازم كل حته فيكي تكون مترطبه. مهم جدا تختاري المكونات، واحلى حاجه سعرهم حلو قوي قوي. ودلوقتي الاثنين سعرهم قريب من بعض فمفيش مقارنه، فالاثنين حلوين. بس ده بلاش يعني، ده انسي خالص خالص خالص. ده تحفه. وايفا تحفه. الريحه اللي انت بتشميها في العبوه هي اللي بتبقى على جسمك، مش بتغير ولا اي حاجه زي انواع الكريمات التانية. ايفا ولا بوبانا؟ الاثنين يجننوا. الاثنين هايرونيك اسيد، بس طبعا ايفا تكسب شويه في الهايرونيك اسيد. بحس لما بستعمل ايفا بيحصل بلومب اكتر، بيحصل ترطيب فتره اطول. بحس ان شفايفي منفوخه. ما بحبش الخطوط بتاعت شفايفي عامه، انا ما بحبش كده. بحس ان شفايفي كشه كده لو مش مترطبه كويس. طبعا بوبانا الليب بالم بتاعها حلو وكويس وكل حاجه، بيرطب وجميل، بس مش هايرونيك اسيد. عشان نبقى واقعيين، مفيش هايرونيك اسيد ب 60 جنيه، اقل حاجه جنيه. مفيش هايرونيك اسيد ب 60. دي ترطيبها عادي، مفيش اي حاجه. طبعا فيها فيتامين اي، فيها كل حاجه، بترطب كويس، بترطب تمام. هايرونيك اسيد مش كده خالص. وعلى فكره انا حطاها مش تمام، هي كويسه بترطب، انا ما قلتش حاجه، هي بترطب كويس قوي بس مش هايرونيك اسيد عشان ما نضحكش على بعض. دي مش هايرونيك اوكي. بس الاثنين عامه لو انت مش قادره تجيبي ده ممكن تجيبي ده، والعكس صحيح زي ما انا هعمل بالظبط. انا لما اكون مفلسه ومعيش ده على طول اروح اشتري الليب بالم بتاع بوبانا لغايه ما اقدر اشتري بتاع ايفا. فتمام. ولو حبيتوا الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد. باي باي واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.